السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم كيكه خياليه، كيكه كتجي غزاله ورائعه بمذاق تاع بغزال ومذاق الغريبه القديمه ديالنا. بسم الله. غادي نحتاجو في المكونات 3 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال النشا، معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي واحد الياغورت طبيعي صافي. وغادي ندير واحد شويه نتاع النكهه نتاع اللوز الا توفرت عندكم، هي ماشي ضروريه، انا غير حيت كانت عندي وانا نديرها، كتبقى اختياريه. صافي غادي نخلط المكونات كاملين حتى كينسجموا لنا مع بعضياتهم. وغادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق راه خدات ليا 2 كيسان ونص بالعبار ديال العنبه، وغادي نزيد واحد 3 الخمارات حمرين. صافي ملي غادي نخلطوا الكيكه نتاعتنا، الصراحه كطلع منها واحد الريحه كتجي زوينه، كتحسوا بديك الريحه ديال زمان تاع الحلوه تاع زمان. صافي كنحطوا على خليط ما تيكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف. صافي غادي نجيب المول، غادي ندهنوه. المول دهنته بالزبده وشريته بالجنجلان، وغادي ندير الكيكه وغادي نديرها طيب على نار متوسطه حتى كطيب هنا من التحت، عاد كنشعلو عليها من الفوق. صافي ملي كنخرجوها غادي نحضر لها واحد الكريمه. بالنسبه لهاديك الكريمه حتى هي كتبقى اختياريه، الا بغيتو ديروها كديروها. غادي نجيب واحد الكاسرونه، درت فيها نص سيترون تاع الحليب، 4 المعالق ديال سنيده، صفر ديال البيضه، 2 معالق نتاع مايزينا. كنديرو كلشي على نار متوسطه حتى تيبدا كيعقد، وكنزيدو واحد 2 معالق نتاع مزار. صافي ملي كنحصلوا على خليط عاقد لينا كنكبوه على الكيكه نتاعنا، وكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب نتاعكم. الصراحه كيكه كتستاهل التجربه ومذاق مختلف على الكيكات المعتاده نتاعنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.